دي مش قصة الفيلم رعب، دي حادثة حقيقية. كان المفروض تكون مغامرة، رحلة تحدي للجبال والتلج ولدرجة الحرارة اللي وصلت لسالب 30 درجة تحت الصفر، لكن الرحلة اتحولت لكابوس. 9 شباب من متزلجي الثلوج قرروا يطلعوا رحلة تبدأ من جبل الأورال الجليدي لجبل أوتورتون على بعد 10 كيلومتر، لكن الرحلة السعيدة انتهت نهاية مأساوية. كلهم ماتوا، وكل واحد فيهم مات بطريقة أغرب من التاني. رحلة محدش رجع منها، أجسام متجمدة، عظام محطمة، ألسنة مقطوعة، وعيون مفقودة. كل ده ومفيش أي أثر أو دليل واحد لوجود اعتداء خارجي. مفيش حد قدر يعرف هوية الجاني. الشرطة قفلت التحقيق، والحقيقة اتدفنت تحت الجليد. لكن في الفيديو ده هنفتح الملف من تاني وهنحاول نعرف حقيقة اللي حصل. بس قبل كل ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أنا هشام صلاح وانتوا على قناة دهاليز، وتعالوا أحكي لكم كل التفاصيل. فبراير سنة 1959 قرر مجموعة من الشباب من جامعة أورال في الاتحاد السوفيتي إنهم يخرجوا في رحلة للتزلج عبر جبل الأورال الجليدي. السكان الأصليين في المنطقة دي بيسموا جبل الأورال بجبل الموت، ده بسبب اعتقاد عندهم إن الجبل مسكون بقوة خارجة عن الطبيعة بتقتل أي حد ينتهك حرمة الجبل. الشباب دول كانوا محترفين في رياضة التزلج، وكانت الرحلة دي مهمة جدا ليهم عشان هتساعدهم في إنهم يحصلوا على شهادة من الدرجة الثالثة. دي كانت أعلى شهادة في رياضة التزلج في الوقت ده. عشان كده قرروا إنهم يتحدوا الظروف المناخية القاسية والأساطير المحلية المرعبة، ويبدأوا رحلتهم في وقت كان التلج فيه مغطي الجبل بالكامل، وصوت الرياح الجليدية هو الحاجة الوحيدة اللي بتكسر الصمت القاتل للجبل. يوم 1 فبراير وبعد ساعات قليلة من بداية الرحلة، قرر قائد المجموعة إنهم يخيموا في منطقة اسمها ممر دياتلوف، وده ممر موجود عند سفح جبل الأورال. والقرار ده كان بسبب سوء الأحوال الجوية اللي منعهم من إنهم يكملوا الرحلة. لكن بعد لحظات من التخييم اكتشفوا إنهم بالغلط طلعوا مسافة 1.5 كيلو على جبل الأورال، فكان قدامهم اختيار من اتنين: إما إنهم ينزلوا مسافة 1.5 كيلو اللي طلعوها، أو إنهم يفضلوا في مكانهم ويكملوا رحلتهم تاني يوم. طبعا كان القرار إنهم يفضلوا في مكانهم لتاني يوم، وخصوصا مع البرد المميت اللي كانوا فيه. في يوم 12 فبراير كان من المفترض إنه توصل رسالة من الشباب ال9 للنادي الرياضي الخاص برياضة التزلج، لكن حصل تأخير والرسالة ما وصلتش. موضوع تأخير وصول الرسالة كان أمر عادي وقتها، وده بسبب إن الرسالة كانت بتوصل بطريقة قديمة وتقليدية، ده طبعا بخلاف سوء الأحوال الجوية في الوقت ده من السنة. عشان كده ما كانش فيه أي رد فعل فوري من أي جهة مسؤولة، وكان من المتوقع إن الرسالة توصل في خلال يومين. لكن اليومين عدوا ومفيش أي رسالة وصلت ولا في أي خبر عن الشباب ال9. عدى أسبوع كامل وأهالي الشباب بدأوا يخافوا على أولادهم، وبدأوا يطالبوا المسؤولين إنهم يتصرفوا. وفعلا في يوم 20 فبراير تم إرسال مجموعات من الإنقاذ إلى جبل الأورال مدعومة بجنود من الجيش السوفيتي وطائرات هليكوبتر، وفضل البحث مستمر لمدة 6 أيام كاملة بدون أي نتيجة، لحد يوم 26 فبراير ظهرت الكارثة. Палатка была наполовину разорвана и засыпана снегом. Там было пусто, все вещи и обувь группы были оставлены. دي كانت شهادة واحد من فريق الإنقاذ. الخيمة بتاعت الشباب ال9 كانت ممزقة، والتحريات اللي أجرتها الشرطة أثبتت إن التمزيق كان من داخل الخيمة نفسها.
كانت كل متعلقات الشباب وأحذيتهم موجودة جوه الخيمة، وكان في آثار أقدام كتير حوالين الخيمة من بره في اتجاهات مختلفة. وده معناه إن الشباب التسعة مزقوا الخيمة وطلعوا يجروا سايبين وراهم كل متعلقاتهم. على بعد كيلو ونص من مكان الخيمة وفي الجانب الآخر من ممر دياتلوف، قدر فريق الإنقاذ إنه يلاقي جثتين لاتنين من الشباب كانوا لابسين ملابس داخلية فقط. وفي نص الطريق بين ممر دياتلوف والخيمة اللي الشباب التسعة كانوا فيها، لقوا 3 جثث تانيين لابسين ملابس خفيفة. محدش قدر يحدد السبب اللي يخلي 5 شباب يخرجوا في البرد ده بملابس داخلية وملابس خفيفة، لكن الواضح والأكيد بالنسبة لجهات التحقيق إنهم ماتوا نتيجة انخفاض درجة حرارة جسمهم بسبب البرد. أما بالنسبة لل4 شباب الباقيين، فضل فريق الإنقاذ يدور عليهم لمدة تجاوزت الشهرين، لحد لما لقوا الجثث بتاعتهم مدفونة على بعد 4 متر تحت الجليد. لما استخرجوا الجثث ال4 وفحصوها، كانت الكارثة اللي فاجأت الجميع وخلت التحقيقات تروح في اتجاه تاني تمام. التحقيقات أكدت بعد فحص جثث الشباب ال4 إنهم ما ماتوش بسبب انخفاض درجة حرارة جسمهم زي زمايلهم. نتيجة التحقيقات أثبتت إن الشباب ال4 اتقتلوا ما بين إصابات قاتلة في الجمجمة أو كسور في الضلوع، ألسنة مقطوعة وعيون مفقودة. كانت دي حالة جثث الشباب ال4. أوضحت نتائج التحقيقات إنهم تعرضوا لاعتداء خارجي من قوة أكبر منهم، لكن إيه هي طبيعة القوة دي ومين اللي اعتدى عليهم؟ للأسف محدش قدر يوصل لأي نتيجة. وفي النهاية بعد مرور أكتر من 66 سنة، هتفضل حادثة ممر دياتلوف وموت الشباب التسعة لغز محدش قدر لحد دلوقتي إنه يلاقي ليه تفسير حقيقي مبني على أدلة. تفتكروا هيجي يوم ونلاقي تفسير للي حصل؟